السلام عليكم، الاخبار عاملين ايه؟ كنت في الشغل مع زميل عمل، فكنا بنعد الفلوس. ففي الاول اول ما بدات الشغل معاه كنت مش عارف اعد الفلوس كويس، حاسس ان انا مش عارف اعدها بسرعه. فمع الوقت حاولت ان انا ابص على التكنيكس اللي هو بيحاول يعد بيها الفلوس، مره ورا الثانيه ورا الثالثه حاولت افهم ازاي استخدم بعض الخدع عشان اعد الفلوس بسرعه. فكنا بنعد حرفيا فلوس كتير، فلوس ممكن توصل لمليون والكلام من ده في نفس اليوم. فهم قالوا ساعتها ان هم عايزين يشتروا مكنه جديده عشان تبدا تعد الفلوس بسرعه علشان توفر عليهم وقت. وفي اللحظه دي انا جت لي فكره، قلت بعد ما انا اتعلمت مهاره معينه، مهاره مثلا اعد الفلوس، وبعد كده هيجيبوا مكنه، مش ده هيخليني ان انا افقد المهاره دي مع الوقت؟ وده اللي عمل معايا كليك مع موضوع الاي اي. هل لو الاي اي جه والذكاء الاصطناعي دخل في كل حاجه، هل ده هيعني ان انا دماغي مش هتشتغل والمهارات عندي هتوقف ومش هبقى شخص فعال؟ او الحاجات اللي المفروض اخدها بالعقل وافكر فيها والحاجات اللي المفروض اشغل فيها دماغي وكده هتتعطل دماغي والمهارات دي هفقدها؟ ده اللي جاب معايا موضوع الاي اي حرفيا. وهل هو هيأثر على حياتنا وهياخد شغل احنا شغالينه، او عموما في الحياه هياخد جزء من تفكيرنا ويأثر علينا احنا كبشريه؟ وهدي مثال بسيط. دلوقتي زمان لما كانوا بيزرعوا فكانوا بيستخدموا عماله كتير جدا ساعتها. بعد فتره جاي المكن والحفارات والجرارات والكلام من ده، فده خلى العماله تقل وسرع عمليه الزراعه. ولكن هل معنى ده انه خلاص بما انه العماله قلت، هل معنى كده انه ما فتحش فرص جديده؟ لا، فتح فرص جديده. فتح فرص انه عايزين ناس تسوق المكن ده، عايزين ناس تصين المكن ده، فعايزين مهندسين يصينوا لنا المكن. فالاي اي هيقفل لك ابواب معينه، ولكن في نفس الوقت هيفتح لك ابواب كتيره جدا. هيفتح لك ابواب ان انت تتعلم في مجال الاي اي نفسه. ودي نصيحه صراحه بنصحها ليا وبنصحها ليكم، ان احنا نحاول ان احنا نتعلم في مجال الاي اي ونطور نفسنا فيه، لان دي الحاجه اللي هتخش بعد كده في شركه مثلا تبقى عايزه لنفسها ذكاء اصطناعي خاص بالشركه تساعدها في ان هي تخلص الشغل بتاعها. هتقفل ابواب ولكن هتفتح ابواب تانية. حرفيا الاي اي دلوقتي بقى اداه مساعده في كل حاجه. انا دلوقتي لو عايز اقدم على وظيفه، اللي بيساعدني في تقديم السي في تشات جي بي تي. اخش على تشات جي بي تي يحضر لي سي في عن كذا واديله كل مهاراتي والكلام من ده، هو يبدا ينظمها بطريقه تجذب عين اللي هيشغلك والكلام من ده. وصراحه الموضوع جدا رائع في اي حاجه. اللعبه مثلا عندي وقفت على الكمبيوتر مش عارف وقفت ليه، ويبدا يقترح لك ايه الحاجات واساليب عشان تصلح العطل اللي حصل في اللعبه دي او ايا كان. لما كنت في الشغل بعمل حاجات عن اكسل والكلام من ده، ساعات بتبقى مثلا في تصورات في حاجات عايز توصل لها باحسن طريقه ممكنه، وطبعا دي حته بيرفكشنزم شويه. الاي اي بيساعدك، بتدي له امثله، والله انا عايز اعمل كذا كذا كذا، فيبدا يديك امثله ايه المعادلات اللي هتخليها بطريقه افضل ان انت تعملها باحسن تصور، تختصر عليك وقت ويفيد الشغل. حرفيا انا الموضوع وصل معايا اللي انا كنت مثلا في شغل معين، ففي مساله مشتبهه عليا، مش هعتمد على الاي ان هو يديني مساله شرعيه واساله في الدين والكلام من ده، لازم الجا لشيخ في الاخر. ولكن حرفيا هو خلاني اعرف اصيغ السؤال بتاعي ازاي. فحرفيا انت لو عندك افكار متلخبطه في الشغل او في حاجات كتيره جدا، اللي هيوفر عليك وقت حرفيا في السؤال عشان يبقى سؤالك حتى تبقى عارف انت عايز تسال في ايه بالظبط، بيرتب لك افكارك، يبدا ان هو يعرف المشكله فين وتبدا تعرف ايه اللي انت عايز تسال عنه اصلا. ساعات نفسك بتهتم ببعض المواضيع والمفروض نفسك ما تهتمش، ويعني ما تخشش هي بالمواضيع وتهتم بيها بغضب او خوف او ايا كان، فتخش على عقلك، تبقى انت عايز ساعتها تفضي او تفرغ الحاجه دي او ما تفكرش فيها دلوقتي وتفكر فيها بعدين. بس ساعات الموضوع ده بيحصل في اللاواعي، ان انت بتحس مره واحده كده ان نفسك اهتمت بمساله معينه. فحرفيا موضوع الاي اي انا جربته في الموضوع ده، اتس ثيرابي. الموضوع زي معالج نفسي كده، تعرض له المساله اللي عندك، وبالذات لو مساله ملهاش اجابه ومش عارف تسال مين فيها بالظبط. حتى لو قابلت المشكله حرفيا مع اصحابي، انا مثلا بقرا في كتاب معين عارف معلومات معينه، فهم ما عندهمش وعي بالمعلومات دي قوي فانا مش عارف اسال مين. انا عايز اسال حد يا جدعان. عايز اتناقش مع حد دماغه تبقى فهمت الحاجات دي، بحيث ان احنا نتناقش مع بعضنا فيها. نفسي صراحه اقابل صديق يكون واحد قارئ الكلام من ده، هيشجعني ان انا اقرا في الكتاب اللي عمال بسوف فيه لمده سنتين ونتناقش في معلومات. حرفيا العقول بتتلاقح مع بعضها. المهم نرجع تاني، فهي صراحه معالج نفسي. لو انت عايز تفرغ بكتابه، بان انت تتكلم مع الاي اي، بيبدا ان هو يوضح لك ايه اللي موجود، وبتاخد الموضوع بطريقه عقلانيه اكتر، لان انت طول ما انت مهتم بالموضوع ممكن الموضوع يبقى داخل في مرحله غير عقلانيه اصلا، خرج عن موضوع العقلانيه. فاللي بيساعدك انت لما تكتب الحاجه قدامك، وده هتكلم في موضوع الكتابه دي ليه اكتب. انا ما كنتش مقتنع بيها في الاول، ولكن بدات اخد الموضوع بطريقه مرنه اكتر، وده هتكلم عنه عارفين في الفيديو اللي جاي. هل المفروض اكتب ولا وايه فوائد الكتابه؟ الموضوع اللي انا بتكلم عنه دلوقتي كنت استعنت بالاي اي في الاول ان انا اصوره، قلت لا انا خلاص هتكلم على الاي اي، استخدم الاي اي ان انا اعمل سكريبت عن الاي اي. ولكن الموضوع ما ظبطش. ما حسيتش الموضوع نشأ عن تجربه شخصيه، حاسس الموضوع بارد. وده اللي يوديني للسؤال، حرفيا الاي اي دلوقتي هيخش في صناعه المحتوى، وفي ناس كتيره ممكن تعمل محتوى بالاي اي، ولكن في نفس الوقت انا ممكن اخد المعلومات من الاي اي وممكن اخدها من تجربه شخص، ولكن لما شخص يحكيها لك
ويحكي لك تجربته الشخصيه، هو هتحس بطريقه مختلفه، هتحس بشعور مختلف، هتبقى عايز تسمع الشخص اللي عمل التجربه وعدى باخطاء وينقل لك الشعور بتاعه عشان تحس بالانسانيه في الموضوع. وده اللي خليني ما اصورش اصلا، بسبب استخدم السكريبت بتاع الاي اي لانه مش خارج مني، مش من تجربه شخصيه، مش من تفكيري. فممكن استخدمه ان انا اوسع مدارك تفكيري شويه، ولكن لازم انا افكر في الموضوع واشوف هل هو متناسب معايا ومع افكاري القديمه والكلام من ده، وبعد كده اخرج بالتحليل ده للكاميرا. بس ان هو اطلع على طول كده اصور والسكريبت كله يكون عامله اي، الموضوع بارد، بارد جدا، بارد. ما انا ما اعرفش، وبالنسبه لي انا ما اعرفش، لازم اكون انا اللي خدت التجربه دي. نيجي بقى لسؤال مهم جدا وممكن يكون جه خطر على بالك قبل كده: هل هو ممكن يسيطر على العالم؟ هل الاي حرفيا ممكن يسيطر على العالم؟ السؤال ده يحتمل اجابات كتيره جدا. اول حاجه، الاي اي ما عندوش اراده عقليه، هو عباره عن شيء بتدخله مدخلات وعلى اساسها بيحلل وبيطلع لك مخرجات على حسب اللي انت بتدخله له. زي دماغ الانسان برضو، الانسان ما يعرفش يفكر في اي فكره او يتخيل اي خيال الا لو كان شافه قبل كده قدام، فدخل مدخل او حد اتكلم بالمعلومات دي قدامه فكون منها وركبها، او الشيطان اوحى ليه. فممكن حتى دي مذكوره في القران، الشيطان ممكن يوحي الانسان بافكار، ولكن الانسان ما يقدرش يطلع بفكره او يخلق فكره او معنى جديد، هو بيبدا يركب بين معاني وافكار هي اساسا موجوده. والانسان اصلا لو ما شافش طائر ما كانش عمره مخترع طياره، لازم يكون شاف حاجه وبعد كده الحاجه دي بيبدا ان هو يحكيها. اي خيال جواك انت هتتخيله دلوقتي انت شفته قبل كده، او حتى لو شيء غريب جدا فانت شفت حد ركبه قبل كده، واللي ركبه ده كان شاف بعض الامور فبدا يركبها مع بعض فعمل الشكل الغريب ده او الوحش الغريب ده. فاللي بيحكم الفعل اللي بيخرج عن الانسان ده حاجات كتيره جدا، حاجات كتيره جدا. في عندك اراده عقليه، في عندك اراده نفسيه. الاي اي هيجيب منين اراده؟ المعنى اللي هو اراده ده هيجيبه منين؟ فالاي اي استحاله ان هو يغزو العالم الا لو حد من البشر استخدمه في الموضوع ده. فلازم ولا بد يكون في بشر يتدخل في الموضوع، لان موضوع الانسان معقد اصلا. استحاله الوعي اللي بيتكون منه الانسان معقد جدا. في عندك اراده عقليه، في عندك اراده نفسيه الدوافع النفسيه، في عندك ايمان، في اراده الايمان. حتى كنت سمعت قالوا يامركم ايمانكم ان انتم تعملوا كده، يعني معنى الكلام ان الايمان اصلا بيمنعك. فليه برضه موضوع يعني انسان معقد من جواه، الانسان معقد جدا. فان يوصل الاي اي ان هو يغزو العالم ده ممكن يكون مساعد لشخص عايز يغزو العالم. بس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. حرفيا انا وحشني اليوتيوب، وحشني ايه ان انا اتكلم مع الكاميرا واعمل، حتى لحد دلوقتي ما زال في يعني تشنجات في الكلام، مش واخد الموضوع بفلو، انا مستريح معاه. قطعت فتره طويله جدا، فقدت المهاره شويه ان انا اصور. من الحاجات صراحه المميزات بتاعت اليوتيوب انه صانع المحتوى هو اكتر واحد بيراقب تصرفاته، بيراقب صوته طالع ازاي، الصوره بتاعته، طريقه تقديمه، حركته في الكاميرا. فالمواضيع دي بتبدا يلحسها واحده واحده، ولكن واحده واحده برضه بتبدا ترجع تاني. فانا صراحه وحشني موضوع صناعه وحشني صراحه، وحشني اليوتيوب، وحشتوني والله، وحشتوني. فتره طويله جدا من الانقطاع بسبب ظروف كثيره جدا. في ناس بتكمل في الظروف دي وبتنشر برضه، ولكن انا قدرتي ما اقدرش صراحه انه انت تصرف طاقه ذهنيه كبيره جدا في الشغل، بعد كده تروح عشان تفكر في موضوع عشان تصرف فيه طاقه ذهنيه، وموضوع صراحه محتاج تفكير. اليوتيوب محتاج مجهود ذهني يا ابن الذين، وانا ما عنديش قدره الذكاء العاليه دي. فالموضوع محتاج توفير وقت حرفيا لليوتيوب، لان مواضيع شويه، المواضيع اللي بنشرها شويه فيها فكريه، فيها فكر، فمحتاج تفكر فيها. صراحه فكرت في موضوع ان انا انشر فلوجات، ولكن لقيت ان موضوع الفلوجات ده محتاج امكانيات عاليه، محتاج ان انا متحكم في الاضاءه، محتاج حاجات كتير جدا. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، عايزين نوصل حرفيا نعلي عدد المشتركين قد ما نقدر. تعليقات ايجابيه كتير، عايزين تعليقات ايجابيه، عايزين دعم نفسي، حرفيا عايزين دعم نفسي. كلمه حلوه حرفيا هتفرق معايا كتير جدا في ان انا اقدم محتوى بطريقه افضل، وافهم ان انت واعرف ان في ناس متابعين. يا جماعه انا عايز اعرف ان في ناس بتتابعني وحابه الموضوع. يعني انا لسه عارف من فتره شخص قابلته فقال لي انا بتابع المحتوى بتاعك، ما بتنزلش ليه؟ انا حسيت له يا جماعه انا محتاج الكلام ده. فما تنسوناش بالتعليقات الجميله الحلوه، ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه قبل ما تطلع، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.